انت فاكر نفسك اخترت الشخص اللي اتجوزته او اتخطبت له عشان حبيته؟ غالبا لا، لان اختياراتك في العلاقات بتطلع من الانكونشس باترنز بتاعتك مش من الوعي. يعني ايه؟ يعني من الاخر جهازك العصبي بيدور على احساس المألوف مش المريح. فممكن تلاقي نفسك داخل علاقة فيها احتياج زيادة، فرق في القوة، فرق طبقي أو فرق في الفلوس أو حتى ضغط أو استنزاف. بس الغريب إنك تحس إنها صح جدا. طب ليه؟ لأنها شبه حاجات قديمة جواك. انت في الحقيقة ما اخترتش الشخص، انت اخترت الإحساس اللي انت متعود عليه. خلينا نبص على الموضوع أعمق شوية. يعني من الآخر انت لما بتدخل علاقة وانت مش متشافي وانت لسه عندك جروح، الجروح دي بتبقى واضحة قوي وفيزبل لأي حد بيفهم أو بيعرف يقرأ الناس بسرعة. هتلاقيه قاري جروحك وبيشوف اللي قليل قوي الناس بتتكلم عنه، وهو ال unconscious pattern exploitation. يعني ايه؟ اي حد بشكل واعي او لا واعي بيبدأ يتعامل مع جروحك بشكل يخليه مسكك. مش شرط ان الشخص ده يكون شرير، بس الديناميك نفسه بيبقى فيه عدم توازن، فتلاقي نفسك بتدي زيادة، مستني validation، خايف تمشي من العلاقة ومش فاهم انت ليه مش قادر تخرج. طالما الشخص وحش قوي كده، انت ليه مش عارف تتحرك منها؟ هقولك الحقيقة ليه. عشان اللي ماسكك مش الشخص، اللي ماسكك هو النمط. يعني 90% من الوقت اختيارك للشريك مش معناه ان انت لقيت الشخص الصح، بس دليل انك وصلت للمرحلة اللي فيها جرحك كان محتاج يظهر على السطح. يعني العلاقة كلها على بعضها كانت جزء من بروسس الهيلينج نفسه، وعشان كده ناس كتيرة جدا جدا أول ما بتبتدي تفوق تلاقي نفسها مش قادرة تكمل. وهنا كمان بيجي الفهم الغلط إن الطلاق بيساوي فشل. بس أنا عايزة أقول لكم على مفاجأة فظيعة جدا، إن ساعات اختيارك للشريك بيكون هو دليل على مرضك، واختيارك إنك تتطلق هو بيبقى دليل على إنك شفيت من النمط ده، وإنك أخيرا ما بقاش ينفعك نفس الباترن، لأن جهازك العصبي بدأ يرفض اللي زمان كان مألوف. فالسؤال بقى هنا، انت لو فكيت نفسك من النمط ده يا ترى هتبقى مين؟ طب واختياراتك هتبقى عاملة ازاي لو مش طالعة من جهة؟ فلو انت شايف نفسك بتكرر نفس العلاقات بنفس الشكل بنفس الباترن، يمكن مش معناها ان الموضوع محتاج انك تختار احسن. الموضوع محتاج انك تفهم نفسك اكتر. لو محتاج مساعدة، اللينك بتاعي في البايو. سلام.